تعالوا سريعا كده اعرفكم على حنين وام حنين. بعد ما ربنا رزقهم وقفوا في كوتا، كوتا قفل وللاسف اتبهدلوا حبه حلوين وكانوا هيبيعوا البضاعه، بس قلت لهم سيبوها على الله وان شاء الله ربنا يرزقكم. وحاليا واقفين في محطه مصر في الفود كورت الجديد، ويشهد عليها ربنا بيستخدموا كميه ماتيريال يا جماعه نضيفه جدا، وبالنسبه للاسعار بتاعتهم يا جماعه رخيصه جدا 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 بمقارنه باي حد ممكن يعمل وافل ولا فريسك ولا اي حته بره. صدقني لو ما جربتش الفريسكا من ايد ام حنين فايتك كتير. والفريسكا عندهم ممكن تاخدها باي فليفر بقى، عندهم اي حاجه ممكن تحطها جواها. وحاليا هم بيعملوا فريسكا ووافل، وقريب قالت لي عامل زلمه. بص بقى المكان بتاعهم سهل وبسيط، من الدوران بتاع محطه مصر هتلاقي فود كورت كده على جنب، هتلاقي هريسه احمد حسنين مالكش دعوه بيه، هتلاقي العربيه بتاعت ام حنين على الجنب كده صغيره واقفه، وصدقني لو رحت جربت مش هتندم. والعربيه دي اسمها ركن السعاده، علشان كده هتلاقي حنين وام حنين على طول مبتسمين. وبالمناسبه كده ام حنين دي اتقال لها انت فخر العرب. هتقول لي ليه يا عم خالد؟ اقول لك ان الست دي ام الاربع بنات، فانا مستني كل واحد بيتفرج على الفيديو ده او من جمهوريه خالد فين ان انت تدعي لها دعوه حلوه، وانا واثق وعارف ومن بكره اول ما الفيديو ده ينزل عليا جمهوريه خالد فين هنا. طب وقسما بالله انا بحبكم يا جماعه، انا يمكن ما اعرفكوش كلكم بس انا بحبكم، ما اعرفش ليه، لله في لله كده. نيجي بقى للطعم يا جماعه. الطعم بص